لو اولادك ما بياكلوش البيض بعد الفيديو ده، انا اوعدك ان هم هياكلوا البيض وهم كلهم سعاده. وصفه النهارده زي ما احنا شايفين بيتشم النسيم بالوان جميله جدا مبهجه، وكمان الوان طبيعيه مش صناعيه، كلها من حاجات طبيعيه موجوده عندك في البيت. يلا بينا نشوف الطريقه والخطوات، وخلي اولادك تشارك معاكي في الوصفه. النهاردة هنعمل بيت شم النسيم، كل سنة وانتم طيبين، بمواد طبيعية 100%. كل الخامات اللي استخدمتها طبيعية 100%. أول حاجة أنا غسلت البيض كويس جدا جدا، وحطيت عليه مية وحطيته على النار عشان يتسلق. وما تنسيش تحطي معلقة خل وهو بيتسلق علشان البيض ما يفرقعش منك وهو على النار. الوصفة دي اعتمدوها، خطيرة جدا. واحنا بنسلق البيض هنبتدي نحضر المواد الالوان بتاعتنا، وهي انا استخدمت البنجر، بنجرية صغيرة جدا جدا، هقشرها وهبشرها بمبشرة ناعم، وهحطها في مية على النار تغلي علشان ياخد المية المغلية بتاعتها اللي لونها احمر غامق. عايزة اقول لكم وصفات جميلة جدا جدا جدا. بعد كده صفيتها كويس جدا من الطفل بتاعها، وخدت المية بتاعتها، جبت السلق بتاع القلقاس وغسلته برضو كويس، وحطيت عليه شوية مية صغيرين جدا على النار، وسبتها تغلي شوية زي ما انتم شايفين المية قليلة اهي. وهبتدي اضربها في الكبة او الخلاط عشان تديني كده ايه سائل كريمي شوية ولونه اخضر غامق زي ما انتم شايفين. وبعد كده هنعمل اللون الاصفر من الكركم، معلقتين كركم كبار، وهنزل عليهم بمية مغلية، وهسيبهم شوية كده علشان اللون يخرط معايا. وعايزه اقول لكم عشان نثبت الالوان بتاعتنا مهم جدا جدا، هنضيف لكل لون معلقه من الخل. الخل بيثبت الالوان وبيخليهاش تروح بسرعه، بل بالعكس بتبقى لونها غامق وجميل جدا. هبتدي انزل البيض بتاعي في كل لون انا محتاجاه، وهسيب البيض في اللون بتاعه حوالي نص ساعة علشان القشرة تاخد اللون مظبوط. وعايزة اقول لكم الطريقة دي ممتازة ممتازة ممتازة، وكلها الوان طبيعية زي ما انتم شايفين. مش هتحتاجوا تشتروا الوان صناعية، بل بالعكس امنة جدا للولاد. خلوا الولاد تشارككم في الوصفة علشان يحبوها. كل سنة وانتم طيبين، يا رب ربيع سعيد عليكم حبايب قلبي، ومتشكرة جدا لدعمكم ليا. اتمنى الفيديو لو عجبكم تشتركوا في القناة، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. حبايبي متشكرة جدا على المشاهدة، وكل سنة وانتم طيبين. باي باي.